ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نفسك تعملي عيش بيتي كده بس بيفشل منك؟ ولا يهمك، النهارده هنحل كل مشاكل العيش البيتي القمر اللي انت شايفاه ده. عيش السندوتشات، عيش الفول والفلافل، هنعمله كمان من غير فرن، على الطاسة على عين البوتاجاز من فوق. يعني مش محتاجين فرن كمان. وبجد من سهولته وحلاوته هتعمليه كل يوم. هقولك بقى اسرار انتفاخه كده كله. يلا بينا نبدأ بقى كده على طول. معايا كيلو من الدقيق، احط عليه معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة سكر وكيس خميرة كده فورية. بفضيهم كده على الدقيق وبقلبهم مع بعض. معايا معلقتين زيت بس مش هاخدهم دلوقتي، في الاخر هلم بيهم العجينة. ومعايا مية دافية للعجن بس تكون دافية كويس عشان خاطر الجو برد عشان يخمر معانا على طول. بنزل بالمية شوية بشوية وابدأ اعجن والم بالعجين كده زي ما انتوا شايفين. طبعا لو عندك عجان هتضيفي كل المكونات دي كده على بعضها وهيسهل عليك. ما عندكيش مش بتاخد برضو وقت في العجين. بس اهم حاجة ما تنزليش بكمية المية مرة واحدة والعجينة تكون بقى طرية منك، ما تعرفيش تلميها وتضطري تزودي دقيق تاني. بعد ما بدأت تلم معايا حطيت معلقتين الزيت وهبدأ ألم بيهم العجينة وأعجنها كده تاني. هعرف ازاي إن العجينة كده بقت تمام لما ايديا بتنضف كده وتسلك كده من العجين، والطبق اللي انا بعجن فيه يكون نضف كده زي ما انتوا شايفين. العجينة بتكون متوسطة، مش لينة قوي ومش ناشفة قوي. بديها رشة كده من الدقيق على الوش وغطيها بقى بتلات اربع حاجات كده وحطيها في مكان دافي عشان تخمر. بتخمر بقى بيتضاعف حجمها كده زي ما انتوا شايفين. على حسب مكان التدفئة عندك تاخد ساعة، ساعة ونص، نص ساعة، على حسب ما انتي بتدفيها كده عندك. بعد كده بجيب صينية برش عليها شوية من الدقيق وببدأ أشكل كرات العجين لكور صغيرة كده بالحجم ده، عشان أنا هعمله عيش صغير كده مش كبير. وبعد ما قطعتهم كده كلهم على الصينية بغطيهم بكده بكيس بلاستيك عشان وشهم ما ينشفش، وعليه فوطة. بسيبهم 10 دقايق بس كده يرتاحوا. لما ترتاح العجينة بتبدأ تتفرد معاكي بكل سهولة. بعد كده برشة كده من الدقيق بسيطة وبالعجلة كده وبفرده، بيكون سمكه متوسط، مش رقيق قوي ومش تخين قوي. بفرد الكمية كلها مرة واحدة. حاطة جنبي كده صينية ميلامين كبيرة وفردة عليها كده يعني حتة كده جلابية أو ملاية كده، يعني أي حاجة احنا مخصصينها للعجين وللعيش. واللي بفرده بحطه عليها على الصينية كده، وبعدين بروح مغطياها بحاجة تاني وحاطة دور تاني فوقيها عيش برضو، يعني زي كده زي ما انتوا شايفين الصينية، وفرد عليها كده جلابية كده نظيفة بتاعت عجين. بحط كده العيش وبروح بغطيها بحاجة تاني واحط فوقيها دور تاني او على صينية تاني براحتك. وبروح مغطياها وبسيبهم برضو تاني 10 دقايق ربع ساعة يرتاحوا او يخمروا. وبعدين نبدأ بقى نخبز. خدوا بالكم من التركات اللي هقولها في الخبيز. اول حاجة بحط الطاسة بسخنها كويس قوي، بعد كده بهدي النار حاجة بسيطة وبحط الرغيف. اول ما يبدأ يتشمع وان هو اتحرك كده في الطاسة بسرعة تقومي قلباه على الناحية التانية. تتشمع الناحية التانية ويتحرك برضو منها، تروحي قلباه على الناحية التانية. ليه بنقلبه كده كل شوية؟ عشان خاطر يقب معانا وينفخ كده كله. وفي نفس الوقت لما تفتحي الرغيف من جوه ما تلاقيش فيه حتة يعني جنب تخين وجنب رقيق كده مش مظبوط. لا، هيطلع كله سوا واحد من فوق ومن تحت، اكنك خبزاه في الفرن بالظبط. بجد ممتع جدا في خبيزه، سهل جدا من سهولته، هتعمليه كده كل يوم. يعني كمان كده لو ما عندكيش عيش هتعمليه مش هياخد وقت معاكي. ولو بقى في سحور رمضان هتعملي كل يوم عيش طازة كده في الفطار بقى كده او في السحور. بيطلع معانا بالجمال ده زي ما انتوا شايفين كده كله منفوخ. شايفين مفيش ولا رغيف كده ان هو ما قبش معانا او ما نفخش معانا. شايفين جوه لما فتحت الرغيف الطبق اللي فوق قد الطبقة اللي تحت. اهم حاجة مراحل التخمير، واهم حاجة التركات اللي انا قلتها في الخبيز بتاعه ان احنا نقلب الرغيف كل شوية. واتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد.